قال الصنبحي حل غيب الميراج مثل الصقور، بقوى اليافعي كلها تحليق المطر والغمام، لا ترثي ولا ترحمي قومي نقريها نجور، من باتيس المفلحي خليها مجرد ردام. دكي وكر ثابت عوض لا جارك لوامر تجور، انتي غدها بالسماء واحنا غدها باللكام، بالبريه والبحريه بانهجم عليهم سحور، المغيل بوادي يهر والسمره بسوق السلام. سمره بات قع فنيه بالرادار بلغ سرور، بالمدفع يزلزل ثمر لنصب من شوامخ ريام، ما همك من البلبلة كامل والكلام النثور، لحنا من صنع مجدها واحنا درعها والحزام. والله ما نفرط بها رغم احلامهم والشعور، بات تبدد احلامهم الوحده على ما يرام. نفره هي الجهات الثلاث بالقوه وبعد النفور، لا جبتوا لنا بنعوض حققتوا جميع المهام. وان ما طاعكم ممتثل بجيبها بشرطي مرور، قد ماشي معه في يهر دبابه وصاروا خسام، راعي من رعاة الغنم لا تارت عليه النمور، ما بتنفع شكته والالي وزاكي كلام. عزيزي المستمع الكريم، هذا القصيدة كتبها كلماتها الشاعر الكبير أحمد محمد الصنبحي الحمري، وهي مرسلة إلى الشاعر القدير ثابت عوض اليهري. مجراها ومرسالها بسم الله فار التنور، محروسة بأعيننا يا نوحا عليك السلام، مبديها معيدا لها والباعث لمن في القبور، مخرجها من إجدافها في يوم يقوم القيام، عفوك من عظيم الخطأ أعظم يا عفوا غفور، استمسكت في عروتك وتقى ما لها انفصام. اجعل منزلي جنتك باطنها 3 نهور، واصلحني وذريتي واكرمني بحسن الختام، بوشي تاه بين الغلاء وبلي ضاع بين الوعور، تأكلها طيور الجيف والحدوة وشؤم البوام. ضاعوا كل رعيانها بين الدب والديناصور، في قابة يعيش القوي فيها والضعيف انعدام، يا قبن النمر والأسد من ضبعانها والجعور، تتفتمن بغزلانها وأسدها هياك العظام. حضع ما خدم ثعلبه تلعب دورها في النمور، اعجوبة زمن ثامنه بتقود النمر في الخطام، لا ميراج يا صنبحي تملكها ولا لك صقور، دي تقدر تحلق بها فوق محل وشامخ سنة، ما بالك بشامخ ثمر دي عاصر جميع العصور، والعر الشموخ الأبي ذي محد بلغ به مرام، سليح يا سلنج الطراء بيقولوا لك الناس صخور، ونحنا رجال السلب عند النائبات الجسام، قال المولعي بن عوض دي كانوا بيمشوا بطور، وتعيرت سترتهم صاروا لي ألد الخصام، ما ينكر جميل الوفي إلا كل جاحد فجور، من مثل أحمد الصنبحي خاين من الحنا والطعام. المستمع الكريم، هذا القصيدة كتبها كلماتها الشاعر القدير ثابت عوض اليهري، وهي جواب على الشاعر الكبير أحمد محمد الصنبحي الحمري.